السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنشرح باراميتر مهم جدا في شاحنات فولفو ورينو FH4. اسم الباراميتر P1ALV Road Speed Limit Legal. الباراميتر ده خاص بتحديد السرعة القصوى القانونية للشاحنة، يعني أقصى سرعة مسموح بها للمركبة حسب القوانين في الدولة. وظيفته إنه يحدد الحد الأقصى لسرعة الشاحنة، وأول ما الشاحنة توصل للسرعة المحددة، وحدة التحكم في المحرك EMS تبدأ تتحكم في العزم وكمية الوقود علشان تمنع زيادة السرعة عن الحد ده. بمعنى أبسط، الباراميتر ده هو اللي بيحط سقف للسرعة، ومش هتقدر تعديه حتى لو دوست على دواسة الجاز للآخر. النقطة المهمة: في بعض الدول الأوروبية السرعة القانونية للشاحنات الثقيلة بتكون محددة مثلا 85 أو 90 كيلومتر في الساعة، وبيكون لازم برمجة الشاحنة على السرعة دي عشان تلتزم بالقانون. لو القيمة اتظبطت أقل، الشاحنة هتكون أبطأ في الطرق السريعة، ولو اتظبطت أعلى من المسموح قانونا ممكن يعرض صاحب المركبة لمخالفة وغرامة. كمان لازم تعرف، الباراميتر ده بيكون مرتبط أحيانا بوحدة التاكوغراف، وأي تعديل غير مطابق للوائح المحلية ممكن يظهر في الفحص الفني. الخلاصة: P1ALV هو المسؤول عن تحديد السرعة القصوى القانونية للشاحنة، والEMS بيمنع تجاوزها إلكترونيا، وبيستخدم لضبط الشاحنة حسب قوانين كل دولة. في أمان الله.